انيو اسيو. معرفش فاهمين حاجه؟ فاهمين يعني ايه انيو اسيو؟ طيب لو انا قلتها ورحت عامل ايديا كده وقلت لكم انيو اسيو، هل ده ممكن يبقى مفهوم اكتر؟ ممكن تكون لقط ان دي تحيه. لكن لو عملت نفس الحركه ونفس الكلمه وحضرتك بتعرف لغه اسمها الكوري، اكيد ساعتها هتفهم ان انا بقول لك اهلا وسهلا. انيو اسيو. اللي هنتكلم عنه النهارده هو ده التواصل، علم التواصل. وده علم كبير جدا، ممكن نكون بناخده في اسابيع طويله. في كليه اللاهوت بنديه في 12 اسبوع، وياما ناس عملت كتير قوي من ابحاث وورق ومحاضرات ملهاش اول ولا اخر على التواصل. لكن في المحاضره دي هنحاول في نقاط رئيسيه نكون بنتكلم عن التواصل بمعناه البسيط اللي ممكن نكون بنتدرب عليه مع بعض علشان يبقى تواصلنا افضل. اول حاجه، يعني ايه تواصل؟ ليه تواصل اصلا؟ التواصل هو الوصول للاخر فكريا وعلى مستوى المشاعر. فانا الهدف بتاعي ان اوصل للاخرين على مستوى الافكار وعلى مستوى المشاعر. ده الهدف من التواصل او معنى التواصل. مثلا لو حضرتك عايز تكون بتتواصل مع بيبي صغير عنده كام شهر، عنده سنة، اكيد مش هتروح تقول له تحياتي الى حضرتك وتبدأ تتكلم معاه بطريقة رسمية. ممكن تستخدم كلمات ممكن انت في العادي مش بتستخدمها مع كل الناس، زي انكغة، يا اختي جميلة. ده مش لغتنا العادية، لكن عشان انا عايز اوصل للبيبي الصغير ده بستخدم كلمات مناسبة ليه. وده اللي قاله الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 9 ومن عدد 20. يقول لك صرت لليهودي كيهودي، صرت لليوناني كيوناني، صرت للناموسي الشخص اللي عنده ناموس كأني تحت الناموس، وصرت للناس اللي بلا ناموس كأني بلا ناموس. ليه بقى يا بولس عملت كده؟ لأربح الكل، عايز أوصل للكل، عايز أخاطب فكرهم ومشاعرهم. ده الهدف اللي كان عند بولس، وده الهدف من وجودنا كشباب كبشر. احنا عايزين نتواصل، نوصل لبعض. مكونات التواصل ايه؟ الحقيقة التواصل ليه 4 مكونات، 4 مكونات رئيسية. أول مكون هو المرسل، الشخص اللي بيقدم الرسالة. فأنا دوري دلوقتي وأنا بقدم المحاضرة أنا المرسل، أنا اللي بقدم المعلومات لحضراتكم. تاني مكون للتواصل هو المستقبل، حضراتكم الناس اللي سامعيني ولو موجودين قدامي في نفس القاعة دي كنتوا هتبقوا مستقبلين مباشرين ليا. فأنا مرسل وحضراتكم مستقبل، واللي بقدمه ده المحاضرة نفسها، الرسالة نفسها دي اسمها الرسالة، رسالة التواصل. أما المكون الرابع اسمه رجع الصدي أو رد الفعل. فأنا براقب رد فعل حضرتك بعد ما قدمت لك الرسالة وحضرتك استقبلتها، أنت رد فعلك إيه؟ فأنا لو بقول لك مثلا السلام عليكم، يبقى أنا منتظر رد الفعل بتاع حضرتك يكون إيه؟ وعليكم السلام. طب لو رد الفعل بتاع حضرتك هو إنه عايز 2 برجر و1 بطاطس، يبقى أكيد الرسالة بتاعتي أنا ما وصلتش لحضرتك. ف4 مكونات: المرسل، وده دوره مهم جدا، اللي هو أنا كشخص محتاج وانا بقدم الرسالة وانا بخاطب اي حد، وانا بتعامل مع ابويا وامي، وانا بتعامل مع اخواتي، وانا بتعامل مع اصدقائي في الجامعة، اصدقائي في الشغل. انا محتاج ان انا وانا بقدم الرسالة اكون كمرسل شخص قادر يستخدم ادواته كويس. ايه ادواتي دي؟ نبرات صوتي، التواصل البصري بتاعي، أدواتي كمان هي حركة الجسد، لغة الجسد بتاعتي. هل لغة الجسد بتعبر عن الرسالة بتاعتي ولا لا؟ فأنا كمرسل أنا علي عامل مهم جدا. المكون الثاني هو الرسالة، الرسالة نفسها.
فحضرتك وانت بتقدم الرسالة لازم تبقى عارف مين المستقبل اللي قدامك. فهل المستقبل اللي قدامك ده هو هيقدر يفهم الرسالة دي ولا لا، عشان تقدر تقدم له الرسالة بلغته بالطريقة اللي هو يفهمها. احنا بنفهم 7% فقط بواسطة الكلمات، اما بواسطة النبرات، نبرات الصوت، بنفهم بنسبة 40%. 7 زائد 40 يبقوا 47. طب وال 53% الباقيين بنفهم الرسالة ازاي؟ بواسطة لغة الجسد، حركاتنا اللي احنا بنقدم بيها الرسالة. فمثلا كلمة زي كلمة ايه، ممكن اقولها ازاي؟ ممكن اقولها ايه، حضرتك هتفهم ان انا بتخانق معاك، بزعق. او ممكن اقول لك ايه، ساعتها حضرتك هتفهم ان انا مش سامع، فهتعيد الجملة تاني. او ممكن اقول لك ايه، حضرتك تبقى فاهم ان انا ممكن اكون داخل معاك في اسلوب في تريقة او سخرية منك. بناء على حركة الجسد ونبرات الصوت الكلمة بيتغير معناها. فالمرسل مهم، الرسالة مهمة، المستقبل لازم اتأكد ان المستقبل معايا. يعني حضرتك وانت بتستقبل الرسالة دي تبقى قاعد مركز شايفني. لو انت اعطيني ظهرك اقول لا انا كلمته وهو ما سمعش، لا، هو حضرتك محتاج تتأكد ان المستقبل موجود وانك بتكلمه بلغته، علشان فيما بعد تعرف هو رد فعله ايه. فالمرسل والرسالة والمستقبل، العنصر الرابع والمكون الرابع هو رجع الصدي، رد الفعل. لازم ألاحظ رد فعل الشخص المستقبل كان عامل ازاي، بناء على رد فعله هفهم رسالتي وصلت ولا لا. هل كل التواصل في نفس المستوى؟ الحقيقة لا. علماء هذا العلم، علم التواصل، قسموا مستويات للتواصل هم 5. ففي مستوى كبير قوي في أغلب الناس اسمه مستوى الأكلاشيهات، ده المستوى الكبير، وده في عدد كبير قوي من البشر. ايه بقى مستوى الأكلاشيهات ده؟ أكلاشيهات يعني انه ناس انا بتعامل معاهم عبارة عن جملة ورد فعل هو ثابت. كلاشات يعني استنباط، يعني حاجة زي عادات معينة. فمثلا لو أنا بتعامل مع بواب العمارة، فأنا أقول له صباح الخير يا عم فلان، يقول لي صباح النور. عامل إيه؟ كويس. وأنا نازل بالليل، مساء الخير يا عم فلان، مساء النور. عامل إيه؟ كويس. دي اسطمبة. رايح تشتري حاجة من البقال، ازيك يا عم فلان؟ كويس. عايز بربع جنيه مش عارف ايه، اتفضل. خلاص، اسطمبة. فالمستوى ده في ناس كتيرة قوي بقى. ممكن تكون الناس اللي بنتعامل معاهم في العمارة، الناس اللي بنتعامل معاهم في العمل، الناس اللي بنتعامل معاهم حتى في الكلية. مصيبة كبيرة قوي لو في المستوى ده من التواصل ناس من قرايبي، ولاد عمي ولاد خالي، او مثلا في ناس ممكن يبقى باباهم ومامتهم في المستوى ده. اخرنا تعاملنا مع بعض هو صباح الخير صباح النور، هات مصروف خد مصروف وخلصنا. فالمستوى ده في عدد كبير قوي من البشر، لكنه مستوى سطحي جدا، عبارة عن كلمات محفوظة بردود محفوظة. المستوى الثاني من التواصل اسمه مستوى المعلومات، وده مستوى احنا بنكون فيه عارفين معلومات عن بعض. فالناس اللي معايا في المدرسة أنا عارف إن فلان أبوه شغال كذا، أمه بتشتغل في كذا. أو فلان اللي معايا في الشغل أنا عارف إن هو متجوز وعنده طفلين. أو فلان ده خاطب، أو فلان ده بيدور على عروسة. ده اسمه مستوى المعلومات. فأنا عارف بعض المعلومات عن الناس دي، وإحنا بنخاطب بعض بإيه؟ برضو بالمعلومات. فأنا لسه بادئ الشغل، قدامي 3 شهور وهنقل لكذا، مجرد معلومات. المستوى الثالث في التواصل اسمه مستوى الآراء. ده بقى اللي بنقعد فيه ونتبادل الآراء. فينفع نقول مع بعض أنا والطرف الآخر، أنا والمستقبل، كل واحد فينا بيحب إيه؟
بيكره ايه، بيفضل ايه، او بيبعد عن ايه. فاحنا بنتبادل مع بعض الاراء، انا بحب الملوخيه، هو بيحب الزبادي، بنحب احنا الاثنين الاهلي واحنا الاثنين بنكره الزمالك، ايا كان، ده مجرد ارائنا بنتبادلها مع بعض. وده على فكره ممكن ادخل فيه على طول، يعني الناس اللي قاعدين معايا في الكافيه او القهوه وقاعدين بنتكلم في راينا في اللعيب الفلاني او فلان اللي خد الجائزه الفلانيه، مجرد اراء. فعندنا 3 مستويات قلناهم: اكلاشيهات، معلومات، اراء. الاراء دايره اقل، مش كل الناس بنقعد نتكلم معاهم بارائنا. المستوى الرابع وهو مستوى اعمق بكتير قوي اسمه مستوى المشاعر، ودول ناس انا بشاركهم باللي جوايا، بمشاعري، ودول ناس لازم يكونوا اهل ثقه. انا نافع ان انا اكون بطلع اللي جوايا قدامهم واكشفه، وهما مش قلقان قوي صورتهم او صورتي عندهم هتبقى عامله ازاي، هيتضايقوا مني، هيحترموني ولا لا. ده ما بيبقاش شاغل بالي قوي. عشان كده مستوى المشاعر ده مش كل الناس فيه، ده مستوى عميق، ممكن يبقى اقل فئه موجوده فيه. ممكن يبقوا اصدقاء، ومش اي اصدقاء، اصدقاء قريبين فعلا. ممكن يبقوا اهل، اب او ام، ولكن قريبين مني، احنا قادرين نتبادل مشاعرنا مع بعض ونطلع اللي جوانا لبعض، وفي مستوى وبيئه صحيه مليانه ثقه، قادرين نكون بنتكلم مع بعض. فمستوى المشاعر مستوى مهم. ينفع يكون في مشير ليا، خادم من الخدام انا بثق فيه وبقعد معاه كل مره وابدا اكون بطلع له اللي جوايا. وعلى فكره كلنا بلا استثناء محتاجين ان احنا نطلع اللي جوانا. في ناس بتحجز بفلوس عند دكاتره نفسيين او عند مشيرين، وبصفتي قسيس من غير فلوس، لكن بيجي لي ناس كتير تقعد تتكلم 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 وتطلع اللي جواها، وبعدين مش منتظر مني حتى حلول، مش منتظر مني ان انا ادله على الطريق، هو بس عايز يطلع اللي جواه. المستوى الرابع العميق ده اسمه المشاعر. اما المستوى الخامس وده اعمق جزء من التواصل اسمه مستوى الشفافية. والمستوى ده نادرا لما حد بيدخل فيه، ممكن يدخلوا فيه لقطات، يدخل صديق ليا لقطة من اللقطات، زوجي أو زوجتي لقطة من اللقطات، حد قريب مني لقطة من اللقطات. لكن اللي موجود في المستوى ده وقادر يكشف كل حاجة، أفكاري، مشاعري، أهوائي، رغباتي، كل اللي أنا بطمح فيه وكل اللي أنا بفكر فيه، مستوى اسمه الشفافية. ده مش موجود فيه غير ربنا فقط. وعلى فكرة بيصعب عليا قوي يا شباب لو حد مننا في المستوى ده حتى مش قادر يلجأ لربنا، بيبقى حتى بعيد قوي على ان هو يعرف نفسه او يطلع اللي جواه، اللي ممكن يبقى فيه حاجات كتيرة قوي مليانة ضعفات او نواقص. فانت محتاج حد يملى المستوى ده، ومفيش حد يقدر يملاه غير ربنا فقط. مستويات التواصل دي ممكن تساعدني ازاي انا كشاب في التعامل مع الشباب اللي حواليا او في التعامل مع اهلي واسرتي. ممكن تساعدني ازاي؟ العلم ده كله عشان يساعدنا ان احنا نتواصل افضل. خدوا بالكم في اوقات كتيرة قوي احنا بيبقى عندنا مشاكلنا الكبيرة مع اهلنا او مع اصدقائنا او حتى مع المجتمع المحيط بينا هو سوء التواصل. انا مش عارف اتواصل كويس. طب عشان اتواصل كويس او اتواصل بشكل ناجح اعمل ايه؟ 4 خطوات بسيطة ممكن تكون بتساعدنا ان انا اتواصل بشكل جيد وناجح. اول حاجة اجتهد من فضلك ان انت تكون بتقدم الرسالة بشكل واضح. فاجتهد انك تستخدم نبرات صوت صحيحة، استخدم حركات جسد صحيحة، لانه ساعات كتير بنقول لناس كلام حلو لكن جسدنا ونبرات صوتنا بتقول حاجة تانية. فممكن يبقى اللي قدامي يقول لي يا سلام انت بتقول بتحبني، انت شايف حاطط ايدك ازاي في وسطك، انت شايف ازاي انت بتقولها. فخد بالك،
اجتهد في انك توصل رسالة صحيحة بواسطة صوتك، بواسطة كلماتك، بواسطة لغة جسدك. النقطة الثانية، لاحظ ايه بقى؟ لاحظ ردود افعال اللي قدامك، لاحظ مستويات او طريقة فهم المستقبل، لان ممكن المستقبل ما يستقبلش رسالتك حتى وانت بتجتهد انك تقدمها كويس. لاحظ ايه مفاتيحه، لاحظ هو ازاي ينفع يكون بيستقبل الرسالة دي، لاحظ حالته. ممكن انت جاي تقدم له معلومة صعبة وهو حالته ما تسمحش، او معلومة حلوة وهو حالته ما تسمحش. لاحظ حياة او شكل المستقبل في الوقت اللي انت هتقدم له الرسالة. النقطة الثالثة، اسأل. فاجتهد، لاحظ، اسأل المستقبل. انت فاهم يعني ايه كلمة بحبك؟ انت فاهم يعني ايه ان انا عندي ازمة في الموقف الفلاني او الطريقة الفلانية؟ فاسأل الشخص الاخر على المعلومات اللي انت بتقولها دي، لانه ممكن بواسطة السؤال تكتشف انه ما وصلوش حاجة خالص من اللي انت قلتها، او ان هو مدرك وفاهم ومقدر من الاول، فمش محتاج تسترسل مرة اخرى في انك توصل المعلومة. النقطة الرابعة والأخيرة، طب سألت وأدركت وفهمت إن هو مش فاهم قوي، يبقى النقطة الرابعة، وضح. من فضلك وضح نفسك، وضح مشاعرك. احنا بنفترض في أوقات كتير قوي إنه الآخر فاهم أنا قصدي إيه، أو فاهم أنا نيتي إيه، أو فاهم اتجاه قلبي إيه. لا، وضح، قول له أنا اتجاه قلبي هنا إن أنا أساعدك، أنا اتجاه قلبي هنا إن أنا أنصحك وارشدك عشان تبقى أفضل، أنا اتجاه قلبي هنا إن أنا من دافع الحب عايزك تبقى أحسن شخص. أنا ساعات بعمل كده مع أولادي، بقول لهم على فكرة وأنا بقول لأ للحاجة الفلانية، أنا مش بقول لأ عشان أنا بكرهك، أنا بقول لأ عشان أنا بحبك، لأن أنا شايف قد إيه ده ممكن يبقى مضر ليك. هختم مع حضراتكم بمقولة لازم تكون حاططها جوه ذهنك وتكون منورة حياتك. لا يوجد شخص ناجح دون تواصل ناجح. لو ما تواصلتش كويس صعب قوي انك تنجح في اي حاجة. علشان تنجح في شغلك، عشان تنجح في حياتك، عشان تنجح في علاقاتك بكل الناس اللي حواليك، لازم تتواصل بأفضل طريقة. بدون تواصل ناجح مفيش شخص ناجح.